سامسونج أبهرتنا كلنا بالجالاكسي اس 25 الترا، تليفون خيالي جاي من المستقبل هيغير عالم التليفونات حرفيا. وده معظم كلام التك ريفيورز اللي سبونسورد من سامسونج. يعني بصراحه البرزنتيشن نزل من هنا وفي اول ثانيه ام كي بي اتش دي وبقيه المعلمين نزلوا كل الفيرست امبريشنز والكاميرا كومباريسونز والانبوكسنج وما اعرفش ريفيو. يا جماعه يعني التليفون لسه سامسونج ما لحقتش حتى تقدمه لينا، فيعني انا مش فاهم الماركتنج في سامسونج شغال ازاي. وبصراحه انا عايز حد يفهمني هو ايه الجديد في الجالاكسي اس 25 الترا. هل التصميم اختلف شويه؟ هل مثلا الكاميرات اتحط لها كفر لينس فده ادى التليفون فخامه اكتر؟ انا عن نفسي بصراحه مش عارف. يعني هو الاس 25 الترا تحديث لاس 24 الترا اللي كان تحديث سوفت وير لجالاكسي اس 23 الترا اللي كان شبه برضو الجالاكسي اس 22 الترا. يعني سامسونج بقت تقلد ابل من الناحيه دي. يعني لو بصينا الايفون 13 برو هنلاقيه تحديث بسيط لايفون 16 برو. فحاسس ان التطوير قل بكتير عن زمان. يعني سامسونج زمان كانت معروفة ان هي بتبدع في التليفونات وبتنزل جيميكس وفيتشرز يعني ملهاش حل، لكن دلوقتي زي ما تقول كده ماشيين اللعبة فيري سيف ومفيش اي تطور الا بس في الاي اي. كله بقى اي اي ابديتس، مع ان الاي اي ابديتس دي ممكن تنزل للجالاكسي اس 24 الترا والاس 23 الترا، لكن هم مخصصينها بس للجالاكسي اس 25 الترا، مع ان بقية التليفونات ليها 7 سنين تحديث. فده شيء برضو مش منطقي من سامسونج ان يعملوا حاجة زي دي. بس هنشوف مع الوقت. هنجيب التليفونات على اخر الشهر نجربها نعمل عليها ريفيو. ممكن برضو نعمل كومباريسون للايفون 15 برو او 16 برو ونشوف هل فعلا السامسونج جالاكسي اس 25 الترا يستاهل الضجة الكبيرة دي ولا لا. انا يعني اخر 5 سنين تقريبا او 6 سنين ايفون يوزر، وممكن اعمل تجربة واجرب الاس 25 الترا لمدة اسبوعين واشوف هل هقدر اتكيف مع عالم الاندرويد من تاني ولا لا. فده هيبقى تحدي مختلف شوية، ممكن برضو يدي فكرة للناس بتفكر تنقل من ابل لاندرويد. وهنشوف يعني نجرب. بس اكتبوا لي في الكومنتات هل انتوا شايفين ان الجالاكسي اس 25 الترا يستاهل الضجة الكبيرة دي، وايه المميزات الجديدة؟ لان بصراحة مش شايف اي مميزات جديدة عن السنة اللي فاتت او اللي قبليها.